السلام عليكم. بعد اللقب اللي فاز به فرع كرة السلة البارح، اليوم تشامبرز يقوم بزوز تصريحات. تشامبرز يعني فكرني برشا في ترامب والتصريحات اللي قاعد يقوم بها على موقعه الرسمي. يمكن ينجم يكون تشامبرز مغروم بترامب ويحب يقتبس الشخصية متاعه. نعرفوا ترامب ولا السلطة المطلقة، يعني تحس شخصية تشامبرز قريبة برشا الشخصية ترامب، والشخصية اللي اكتسبها ترامب على خاطر اللي يتفرعن عليهم زواولة. ما ينجمش على سبيل المثال يتفرعن على كيم ولا يتفرعن على بوتين ولا يتفرعن كيف على رئيس الصين، لكن قاعد يتفرعن على العرب. ممكن كيف التفرعين متاع تشامبرز على خاطر الناس اللي دايرين بيها زواولة. ولهنا بالطبيعة راني مانيش قاعد نتاكي في تشامبرز، لكن لهنا قاعد نوصف في الوضعية العامة حاليا في النادي الافريقي. على كل حال اليوم تشامبرز قام بزوز تصريحات. التصريح الاول فيما يخص فرع كرة القدم، يقول لك حاليا الامر اللي يهمنا انه نعملوا جمعية قوية محليا باش نفارعوا بها الموسم المقبل في المسابقات الافريقية، وما نخليه حتى حد يعمل علينا مزية. لهنا بالطبيعة نعرفوا انه النادي الافريقي لو اتأهل للكونفدرالية الموسم الحالي بالطبيعة مش عن جدارة وما جابهاش بذراعه. هذاك علاش ممكن تشامبرز يقول لك كمان نخليه حتى حد يعمل علينا مزية ونتأهلوا بذراعنا. خص التصريح الاول والافريقي ما يعمل عليه حتى حد مزية ويتأهل بذراعه. راهو لو الموسم الحالي الافريقي تأهل للكونفدرالية راهو كيف ما هو عامل عليه حتى حد مزية. نمشي معاك تقولي ما جابهاش بذراعه، نمشي معاك، لكن انه تقولوا ثم شكون عامل عليه مزية، الاتحاد المنستيري او الترجي الرياضي؟ لا، لانه وقتاش نكونوا نحكيوا على المزايا وقت اللي تكون نتيجة المقابلة بالنسبة للترجي والاتحاد المنستيري متغير بالنسبة لهم حتى شيء، يعني كما الهزيمة كما التعادل كما الانتصار، وقتها نوليو نحكيوا على مزايا. لكن فيما يخص الاتحاد المنستيري بعد الخيبة في البطولة ما يحبش ينهي الموسم بخفية حنين، ويحب ينهي الموسم بلقب بعد المستوى الممتاز اللي قدمه الموسم الحالي. الترجي الرياضي عنده سنوات ما فازش بالثنائية المحلية. كيف نعرفوا ماهر الكنزاري بعد الوجه الممتاز اللي ظهر به الترجي الرياضي معاه كيف يحب يأكد في مسابقة الكاس وينهي الموسم بالثنائية. وهكا ماهر الكنزاري يأكد انه تعيينه كمدرب خلاف ريجي كانف راهو مش من باب الصدفة او تعيين خاطئ. لذا نعاود نقولوها مرة اخرى، ما ثم حتى حد عامل مزية على النادي الافريقي لو اتأهل الموسم الحالي للكونفدرالية. لكن نمشي معاك، الافريقي لو اتأهل ما جابهاش بذراعه. ممكن تشامبرز يقول لك الموسم المقبل خلينا نعاودوا من الاول نبنيو فريق على اسس صحيحة، فريق قوي قادرين انه ننافسوا به ونقارعوا به في القارة الافريقية، افضل من اللي نمشيو فارغين ونقدموا نسخة سيئة كيف النسخة الفارطة. حتى في الكونفدرالية عادي جدا تخرج من التصفيات، ولو كان عملت حاجة كبيرة تتأهل دوري المجموعات وتخرج كالعادة بفضيحة كما الفضيحة كما نتفكروا اللي خرج بها النادي الافريقي في اخر مشاركة في الكونفدرالية. يعني خرج في مجموعة تضم ممكن فريق ولا اثنين حتى في بطحة ما ينجموش يقدوا رواحهم، لانه النسخة هذيك تأهلوا من غير اسس الصحيحة. نمروا للتعليق الثاني اللي قام به تشامبرز. نعرفوا البارح بعد فوز فرع كرة السلة باللقب شفنا فرحة كبيرة من سامي بالقاضي من هيكل ادخيل وكيف من تشامبرز، خاصة اللقطة اللي اثارت جدل كبير برشا. والله من الاول وقت اللي شفت الموزايك وشفت الاي اف ام وشفت اسلام المدب مهبطين وعناق حار جدا بين هيكل ادخيل وبين تشامبرز، والله حبيت ندخل قلت بالكش الجو اصفاء ولا قبه ذي، على خاطر ديما نعرفوا النتائج الايجابيه ولا الالقاب ديما تغطي المشاكل. قلت ممكن راهم فضوا يا صاحبي حشامه تانا، اقسم برب الكعبه
حشمت السيد عرفت يهزوا فيه وهو يدس فيها من ابعد يبعد مشي لتشامبرز في بالي باش يحملوا بعضهم الحلقه الاخرى في المسلسلات نتاعنا القدم الحصاد والرادار وكل المسلسلات نتاعنا القدم والحلقه الاخرانيه كيفاش بالاحضان وكل الموسيقى والدموع السيد يا معلم جاي يحمل فيه بوس فيهم سوا يا هيكل تخيل انت اصلا اعلنت الاقاله نتاعك اش تعمل غادي كاتبين رئيس النادي الافريقي على الاقل زيدوه السابق وانت اصلا اش تعمل غادي في فرع كرة السلة وانت اعلنت الاستقالة متاعك رئيس مؤقت للنادي الافريقي. لذا نعاود نقولها لك مرة اخرى اكرم لحيتك بيدك يا هيكل تخيل راهو ثم حاجتي لهنا بالتصويره اللي شفناها يعني عرفت يا خويا راني غلطت معاك وحبيت نعمل راس معاك وما نجمتكش يا خويا سامحني يعني جيت لهنا افرض علي كالعاده الطاعه وانا عبد مامور ومع هذا قال لك ليه صاحبي سافا انت فرحت كذا واحد جمعيتك هذيك ما نجمش نشدك عليها اما موضوعك يوفى الغادي بالطريقه اللي شفناها يا هيك تخيل ثم حاجتين يا اما تجيب الباكو الصحيح باش تنافس بيه تشامبرز على رئاسة الافريقي يا اما اقصد ربي على روحك انت تشامبرز ايش عاملوا باش تخدم بيه معناها مش تخدم بيه مصالحك الشخصيه لكن هاوكا هو يكوفريك من تالي في الفلوس وكذا واحد وانت هاوكا تسير السيد قال لك ما عادش حاجتي بيك لذا يا اما انت تجيب واحد مقنفل كيف هو يا اما انت تكون مقنفل باش تنجم تفارعوا وغير هذا راك ما تنجمش تفارعوا وثم نسبه كبيره برشا من جماهير الافريقي مع تشامبرز يعني صراحه حاليا في المشهد ما عاد عندك في السوق مذوق هذاك علاش اليوم تشامبرز يقوم بتصريح قال صحيح احتفالات وكذا ومن حق الناس الكل باش تحتفل لكن راهو ما هو باش يتغير حتى شيء يعني يا هيكل تخيل راهو لو كان حملتني البارح وبستني منا وجاب بيناتنا سامي بالقاضي والناس تدز ويجا وفكروني بن عليه بعد الخطاب اللي عملوه وكذا وخرجت الكراهه بتزمر بن عليه في الاخر سامحوني في الاخر قط على روحه وقت الصوره هذيك ما نفعت بحتى شيء كيف الصوره ذي يصوروا ويحملوا كذا اليوم تشامبرز بالتصريح نتاعو قال له يا معلم لو كان ماشي في بالك تصلحت الامور بالبوستين اللي اعطيتهم لي وقت التصويره عملناها مع بالقاضي راهو ما هو باش يتغير حتى شيء لازمك تقصد ربي على روحك والمشهد الجديد في الافريقي انت ما يلزمكش تكون فيه حاجه باهيه انه المستثمر هذا واللي هو الافريقي تكون عنده الشخصيه قويه وما ثماش ريح تهزه وريح تجيبه والعاطفه ما تغير فيه حتى شيء هذا كله باهي في مصلحه الافريقي لكن راهو ماهوش الفاتق الناطق راهو ماهوش الفرعون الجديد للافريقي مره اخرى نعاود نقولها وقت اللي يصيب نقول ان هذا السيد لقد اصاب لكن عندما يخطئ فاننا ننتقده ولا يهمنا في احد. حلقتنا اليوم فات في ختام الحلقه البياري متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للافريقي حظ موفق للمنتخب تحيا تونس تعيش تونس كنا تونس والسلام.